تخيل معايا انك تكون جالس للمورال عندك مقاد الحياة وردية، وفجأة بدون سابق انذار كتخيم عليك ديك الغمامة السوداء، وكتدخل في واحد الدوامة ديال التفكير والقلق والحزن، وكتوصل لدرجة انك كتبقى تلوم في راسك لا الفرحة او لا الضحكة اللي كتضحكها بدافع انك ما تستاهلهاش حيت درتي واحد الغلط في الماضي ديالك ودازو عليه سنين ورجعتي تفكرتيه، او لا حيت ما لاقي ما دير في الحاضر ديالك ولكن باغي دير شي حاجه اللي انت اصلا ما عارفهاش. وهذا الشيء كيخليك تخاف من المستقبل اللي غامض حيت مازال ما درتي والو في حياتك، الطريق كتبان لك كامله ضبابه، وهذا الشيء كيزيد يعمق التفكير اكثر. يعني كتبقى من حاجه لحاجه حتى كتوصل لواحد المرحله ديال الانفجار، دماغك ما كيبقاش قادر يتحمل الضغط ديال هاد الافكار السلبيه، حيت كل ما استمريتي في التفكير كل ما كتزيد تدخل في الظلام ديالو، والافكار السلبيه كتجر افكار سلبيه كبر منها، وهنا دماغك كيدير واحد البوز لراسو وكيقول لك كمل لراسك انا حدي هنا. داكشي علاش تقدر تعرض لواحد الانهيار عصبي او لا سكته دماغيه الله يحفظ. هاد الحاله الاسم العلمي ديالها هو اضطراب القلق المفاجئ. هو الصراحه كيكون مفاجئ غير في البدايه، مع المده كيولف عليك وكيتعاشر معاك، كيولي دائما لاصق فيه. مرحبا بك في هذا الفيديو اللي غنجاوبوا فيه على جوج ديال الاسئله مهمين بزاف. السؤال الاول، شنو هو السبب ديال هذا القلق؟ وغنناقشوا ثلاثه ديال الاسباب. السؤال الثاني هو كيفاش اولا الطريقه اللي غتخلصك من هذا القلق. فتبع معايا الفيديو حتى الاخير. مرحبا بك، وما تنساش تخلي معاك واحد لايك وسبسكرايب. ليتس جو نبداو الفيديو ديالنا. اول سؤال، شنو هما بعض الاسباب اللي كيخليوك توتر وتحس بالقلق؟ غتقول لي راه عادي انني نحس بالقلق مره من هاد الحوايج اللي غنقول لك كاين ناس اللي هاد القلق ولا عندهم دائم، يعني يدخلوا في ديك الدوامه ديالو اللي كتجرهم لداخل ديالها لدرجه ما بقاوش يشوفوا النور، دائما تلقاهم خايفين وكيفكروا هازين الهم لواحد الحاجه اللي ممكن توقع وممكن ما توقعش، او لا لواحد الحاجه اللي فاتت. اول سبب هو اغلاط الماضي اللي واخا هي تهرب منها وتدوز عليها اعوام واعوام كتبقى لاصقه في الذهن ديالك. فاش كتفكر فيها كتحس بداك الشعور اللي حسيتيه اول مره وقعات ليك، كتشدك واحد الحسره والالم، كتمنى ترجع للور وما ديرش داك الغلط، وكيبقى فيك الحال اكثر فاش كتعرف باللي ما قدر دير والو في الحاضر باش تصلح واحد الغلط درتيه في الماضي. حيت كاين اغلاط اللي كيكونوا اقل ضرر بالنسبه ليك واللي تقدر تداركهم وتصلحهم في الحاضر، وكاين اغلاط او لا احداث تعرضتي ليهم كيكونوا خربقوا لك حياتك اللي ما تقدرش تصلحهم، وكاين اغلاط اللي تقدر تصلح منهم شي حاجه في الحاضر. الماضي شي حاجه اللي زوينه بالنسبه لواحد الذكريات عشناهم فيه اللي زوينين، كنتفكروها كنفرحوا وعينينا كيلمعوا، ولكن اي شخص فينا عنده واحد الجانب مظلم في الماضي ديالو اللي كيكون تظلم او لا تنزعات منه شي حاجه بالقوه، وهنا في الحاضر غادي يبدا ينبو ضميره وعاد غادي يبقى يبانوا ليه الحلول ديال ديك الحاجه. يعني كيبقى يقول كون غير ما درتش ديك الحاجه، كون غير درت ديك الحاجه كان خاصني ندير شي حاجه، او لا كيكون هو اللي عرض انسان اخر للظلم وتعدى عليه، وهنا غادي يبدا يأنبو ضميره ويحس بالذنب، شي حاجه اللي من اصعب الابتلاءات اللي تقدر تتعرض ليها في هذه الحياه. تخيل معايا تظلم شي شخص وتقهرو وتخلي ما دير فيه بلا شفقه بلا رحمه، ومن بعد فاش ترجع للوعي ديالك تبغي تمشي تصلح الغلط اللي درتي تلقى داك الشخص مات. قمه الرعب هذه كفيله انها تخليك دائما في قلق طول حياتك. داكشي علاش ردوا البال، ما تظلموش الناس، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ودابا ندوزو للسبب الثاني اللي هو الحاضر. غالبا كتكون في سن المراهقه او الشباب، كتشوف صحابك صوفا وداروا شي حاجه وانت والو، ما لاقي ما دير، ما عارفش اصلا منين تبدا، لا خدمه لا قرايه لا فلوس، ما كاين حتى جديد في حياتك. هاد الحوايج وبالنسبه للشخص لا مبالي وما فيهش النفس كما كنقولوا ما غاديش تاثر عليه هاد الاحداث حتى يفوت الفوت عاد يحس بها. اما بالنسبه لواحد الشخص اللي نفسو حاره وباغي يدير شي حاجه، يعني باغي يغير حياته، راه كون اكيد ان التفكير الزيد والقلق يكون داير خدمته مزيان،
الحاضر يمكن نقولوا انه من اصعب الازمنه، حيت كياخذ من المستقبل والماضي. يعني فاش كتكون في الحاضر راه ما حينتك القلق اللي كيجيك من الماضي، ما حينتك الخوف من المستقبل الغامض. في الحاضر كنكونوا محاصرين بين ذكريات الماضي وتوقعات المستقبل، وهذا الشيء كما كنقولوا كيزيد الطين بله وكيخلق التوتر وقلق في واحد اللحظه ما عارفين شنو يوقع فيها. ندوزو لثالث سبب اللي هو الخوف من المستقبل. من أكثر الحوايج اللي كنخافوا منهم خوف مطلق ما عندوش نهاية. يعني دائما تلقى راسك خايف من المستقبل، كل ما وصلتي لواحد الحاجة تبان لك حاجة أخرى أحسن منها، وغتبدا تقلب كيفاش تحققها وغتبني عليها مستقبلك. يعني تقول إلا كانت عندي مثلا طوموبيل نكون بخير والمستقبل يكون زوين، كتشري طوموبيل كتبدا تبان لك الدار أحسن من الطوموبيل، تاني كتبدا تقلب كيفاش حتى انت تكون عندك دار، وهكا كتبقى غاديه سلسله ديال ما لا نهايه من الامنيات. وهاد الامنيات وسط منها كاين بزاف ديال القلق والخوف من انك ما تحققهاش. المستقبل ما هو إلا مجموعة ديال التوقعات الغامضة، يعني كتحط واحد الهدف ومعه توقعات وافتراضات، فإلا ركزتي على التوقعات والافتراضات اللي حطيتي ونسيتي الخدمة راه كتلقى راسك في معادلة ليس لها حل. وإلا ركزتي على الخدمة ونسيتي عليك التوقعات غتلقى راسك وصلتي لواحد الحاجة اللي زوينة. التفكير والقلق من المستقبل بحال فاش كتكون وسط واحد الجردة زوينة، ولكن في عوض تمتع بالجمال ديال داك المنظر كتبقى حاضي غير في الصور ديالها. شوف، انا كنبقى شخص بحالي بحالك، حتى انا كنخاف من المستقبل، عندي اغلاط في الماضي والحاضر مازال مرون، ولكن نقدر نكون فايتك بالمعرفه ديالي لهذا الشيء. عارفه بلي الماضي الا ما تغلبتش عليه وحاولت نتعايش معاه ونتصالح مع ذاتي يفسد عليا الحاضر والمستقبل. دابا غير فكر معايا نخدموا المنطق شويه، اما احسن تبقى تفكر وعندك قلق من الماضي، هنا النتيجه غتكون انك غتبقى في بلاصتك وما غدير حتى حاجه. لا تقدر تغير الماضي، ولا انت كتمتع وتخدم على المستقبل في الحاضر، ولا انت كدير شي حاجه اللي غتنفعك في المستقبل. او لا تنسى عليك الماضي وتركز على اللحظه اللي انت فيها وتستمتع بها. راه الحاضر هو اللحظه اللي كنملكوها في الحقيقه، علاش ما تعيشهاش بوعي؟ الماضي راه فات والمستقبل ما مضمونش. ما غنقول ليكش تنسى، وانما حاول تنسى الماضي وعيش اللحظه. الندم على الماضي بحال شي طريق مسدوده عمرك غدوز منها، لكن نقدروا نستخدموه كدرس ونتعلموا منه باش ما نعاودوش دوك الاخطاء في المستقبل. الندم ما هو الا مجرد شاهد على التطور ديالنا، فما تخليهش يكون السجن اللي كيحبسك على بزاف ديال الفرص اللي قادره تغير لك حياتك، اللي قادره تغير لك الحاضر والمستقبل. وهادشي كامل كيلخصوا لينا الله سبحانه وتعالى في آية واحدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية كفيلة بأنها تبعد عليك القلق والتفكير الزيد والتوقعات السلبية ديال المستقبل، كتخليك تطمئن أن داكشي اللي يوقع ليك في الماضي وداكشي اللي وقع لك في دابا في الحاضر وحتى المستقبل ديالك مكتوب قبل حتى ما تزاد. فبلا ما تحزن على الماضي حيت كلشي بيد الله، سواء حاجه زوينه او لا خايبه بالنسبه ليك هي من عند الله. كتبقى مساله تحسر وندم اللي هي طبيعيه وفطريه في البشر. دابا نشوفوا المستقبل. اولا المستقبل كتعتبر من الغيبيات اللي كيعلمها الله، ولكن الحاضر ديالنا كيأثر على المستقبل بنسبه كبيره. راه إلا قريتي مزيان وركزتي في قرايتك او لا اي حاجه كديرها دابا كون اكيد انها غتبان لك نتيجه ايجابيه في المستقبل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وكخلاصه اخيره، الا بغيتي تعيش واحد الحياه اللي مريحه وبدون قلق، حاول تصالح مع دوك الذكريات السلبيه اللي في الماضي وشغل راسك بحاجات ايجابيه في الحاضر. تعلم اي حاجه اللي مفيده، تعلم لغات، تعلم مهارات ديال التسويق، كاين ما لا نهايه من الامور اللي كتشغلك وفي نفس الوقت كتنفعك في المستقبل. وهكا غتبعد على القلق وغتعلم حوايج جداد اللي غينفعوك في المستقبل. غتكون اكثر اريحيه حتى تكون صنعتي واحد الماضي اللي زوين الحاضر والمستقبل ديالك. وهنا كيكون سالا الفيديو ديالنا.
تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، وتبقاو على خير.